بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي الطالب في درس جديد في منهاج الصف السادس الابتدائي، وسنأخذ الفصل الثالث الأشكال الرباعية. هذا الموضوع جدا مهم وسنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله. في البداية سنأخذ هذه القوانين. طبعا إذا كان مثلث أو مستطيل أو مربع أو معين أو متوازي أضلاع أو شبه المنحرف، هذه القوانين سنتعرف عليها في هذا الدرس إن شاء الله، ونأخذ بعض الأمثلة على هذه الأشكال. وأيضا سنتعرف كيفية استخراج المحيط لهذه الأشكال والمساحة لهذه الأشكال. وأيضا سنأخذ الزوايا المتناظرة والزوايا المتبادلة. ففي البداية متوازي الأضلاع. ما هو متوازي الأضلاع؟ هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. إذا تلاحظ هنا كل ضلعين متقابلين، يعني الألف باء يساوي لنا الدال جيم، وكذلك الألف دال يساوي لنا الباء جيم. إذن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. أيضا كل ضلعين متقابلين متوازيان. والشيء المهم أيضا قطراه يكونون متناصفان، وكل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. فمثلا لو كانت زاوية جيم مثلا 75، زاوية ألف أيضا راح تساوي 75. أيضا كل زاويتين متتاليتين مجموعهما 180. فمثلا لو كانت زاوية دال مثلا 75 والمطلوب منك زاوية ألف، إذا راح نطرح 180 ناقص 75 ونستخرج قياس زاوية ألف. سنأخذ عدة أمثلة على هذا الموضوع. عندنا هنا متوازي، هذا المثال متوازي أضلاع ألف باء جيم دال. مثل ما تلاحظ أمامك هنا زاوية ألف، قياس زاوية ألف منطقة 70 درجة. المطلوب من عندك قياس زاوية جيم. أيضا هنا إذا طلب منك قياس زاوية جيم راح نقول مباشرة 70 درجة. أنا هنا حليتها. ليش؟ لأنها تكون متقابلة مع ألف. أيضا راح ناخذ مثال آخر متوازي أضلاع ألف باء جيم دال. قياس زاوية ألف هنا 85. فمثلا قياس زاوية باء هنا، إذا أرادنا عند قياس زاوية باء شلون نطلعها؟ طبعا إذا تلاحظ هنا زاوية ألف وباء زوايا متتالية، نسميها زوايا متتالية. إذا راح نطرح 180 ناقص الزاوية المعلومة هي 85، إذا راح يكون هنا الناتج 95 درجة. إذا الزوايا المتتالية إذا كانت زاوية معلومة وزاوية مجهولة، هنا راح نطرح 180 ناقص الزاوية المعلومة ونستخرج الزاوية المجهولة. ليش؟ لأنهما زاويتان متتاليتان. إذن إذا طلب منك قياس زاوية جيم أو قياس زاوية دال، احنا استخرجنا باء 95. فأكيد زاوية دال تقابل زاوية باء راح تكون 95 لأنها تقابل زاوية باء. هاي الأمثلة ممكن أن تجيك على شكل أسئلة بهذا النمط. راح ناخذ المعين. المعين هو أيضا شكل رباعي، مثل ما تلاحظ هذا اللي أمامك شكل رباعي، وجميع أضلاعه تكون متساوية، يعني ألف باء يساوي لنا باء جيم يساوي لنا جيم دال، وهكذا. أيضا فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. أيضا كل ضلعين متقابلين متوازيان، وزواياه الأربعة ليست قائمة، يعني الزوايا تكون مو قائمة. وأيضا كل زاويتين متقابلتين متساويتين بالقياس كما أخذنا في الشكل السابق.
إذا المعين أيضا كما في متوازي الأضلاع أيضا كل زاويتين متقابلتين متساويتين بالقياس، وكذلك كل زاويتين متتاليتين مجموعهما 180. وهذا يفيدنا إذا أعطانا زاوية معلومة كما في متوازي الأضلاع وطلب زاوية مجهولة، راح نقول 180 ناقص الزاوية المعلومة. طبعا هنا أيضا هذا المثال اللي تشوفه أمامك معين ألف باء جيم دال، منطينا قياس زاوية جيم 70 درجة. فلو طلب من عندك قياس زاوية ألف راح نقول أيضا تساوي 70 درجة. ليش؟ لأنها تقابل زاوية جيم. قياس زاوية جيم معلومة هي في السؤال، إذا قياس زاوية ألف المطلوبة منك أيضا تساوي 70 لأنها تقابل لنا قياس زاوية جيم. كذلك لو طلب من عندك قياس زاوية باء هنا لأنها متتالية مع جيم، إذا راح نقول 180 ناقص قياس زاوية جيم لأنها متتالية معها راح تكون 180 ناقص 70 يكون 110 لأنهما زوايا متتاليتان. راح ناخذ أيضا شبه المنحرف، هو أيضا شكل رباعي مثل ما تلاحظ بالرسم هنا أمامك، هو شكل رباعي. طبعا يكون بكل ضلعين متقابلين فقط يكون متوازيان، وراح نسميهم قاعدتي شبه المنحرف، قاعدتي شبه المنحرف. والضلعين المتقابلين الآخرين غير متوازيان، الضلعين الآخرين مثل ما تلاحظ هنا أمامك يكونون غير متوازيان، وراح نسميهم الساقين أو ساقي شبه المنحرف. أيضا مجموع قياس الزوايا الداخلية لشبه المنحرف يساوي 180 درجة. فهنا عندنا مثلا قياس زاوية ألف مثل ما تلاحظ بالشكل أمامك زائد قياس زاوية دال يساوي لنا 180 درجة. كذلك قياس زاوية باء زائد قياس زاوية جيم أيضا يساوي لنا 180 درجة. ليش؟ لأن الأليف باء يوازين جيم دال لأنهم ليش؟ متوازيان، إذن راح يكونون مجموعهما أيضا متساوي. راح هنا ناخذ مثال شبه المنحرف ألف باء جيم دال، فيه مثل ما تلاحظ هنا ألف باء يوازين جيم دال. إذن المطلوب منك قياس زاوية أيضا المعلوم في السؤال جيم، قياس زاوية جيم 50 درجة، المطلوب منك قياس زاوية باء. احنا قياس زاوية باء مثل ما أخذنا قبل شوي، قياس زاوية باء المتتالية قياس زاوية باء زائد جيم، هذا الساق الأول، باء زائد جيم يساوي لنا 180 درجة. احنا هنا المطلوب من عندنا قياس زاوية باء. شو راح نستخرج قياس زاوية باء؟ راح نقول قياس زاوية باء زائد قياس زاوية جيم، قياس زاوية جيم معلومة في السؤال هي 50 درجة، نعوض بدلها 50 يساوي 180. إذا قياس زاوية باء راح نطرح 180 ناقص 50 درجة، راح يكون هنا الناتج 130 درجة. هذا قياس زاوية باء. أيضا لو طلب منك إيجاد هنا خارج السؤال، لو طلب منك قياس زاوية دال كيف نستخرجها؟ طبعا هنا قياس أيضا نقول مثل ما سوينا قبل شوي، نقول هذا الساق الأليف زائد دال راح يساوي لنا 180. قياس أيضا هنا قياس زاوية دال راح يساوي لنا 180 ناقص 140، يعني زاوية ألف معلومة في السؤال في الشكل كما تلاحظ. إذا راح يكون 180 ناقص 140 راح يكون 40 درجة. راح نبدي بموضوع محيط الأشكال الرباعية، ونأخذ بالبداية محيط متوازي الأضلاع. محيط متوازي الأضلاع يكون بهذا القانونين، يا إما مجموع أطوال الأضلاع والأربعة، إذا أعطاك في السؤال 4 أطوال راح مجرد أن نجمعهم، أو ممكن أن نستخرج المحيط من مجموع ضلعين متجاورين في 2. إذا أعطاك ضلعين متجاورين راح نضربهم في 2. راح نشوف بعض الأمثلة. هذا المثال ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، منطيك الألف باء
يساوي 6 سنتيم كما في الشكل تلاحظ، وباء ج 4 سنتيم يريد المحيط. إذا هنا منطيك ضلعين متجاورين. إذا هنا راح نحل على القانون، ما دام منطيك ضلعين متجاورين إذا راح نستخدم القانون الثاني، هو مجموع ضلعين متجاورين نضربهم في 2. الضلعين المتجاورين بالقانون يقول لك مجموع، إذا نجمعهم. ضلعين المتجاورين نجمع 6 زائد 4 نضربهم في 2. إذا هنا يكون 6 زائد 4 راح يكون 10 في 2 يكون 20 سنتيم. هذا يمثل لنا طول المحيط. أيضا راح ناخذ الشكل الثاني ونطلع المحيط اللي هو المعين. كيفية استخراج محيط المعين. محيط المعين بأيضا قانونين، إما نجمع أطوال أضلاعه الأربعة لأن الأضلاع تكون متساوية بالطول، إما نجمعهم أو نضرب طول الضلع في 4. إذا انطاك طول ضلع واحد راح نضربه في 4. خلينا نشوف هنا مثال. ألف باء ج د معين منطيك طول ضلعه 7، ما طول محيطه. إذا تلاحظ في القانون الثاني محيط المعين طول الضلع، إذا انطاك طول الضلع اضربه في 4 واستخرج المحيط. إذا هنا القانون راح نكتبه محيط المعين طول الضلع في 4. طول الضلع هنا في السؤال 7، إذا 7 في 4 راح يكون الناتج 28 سنتيم هو طول المحيط. أيضا نأخذ مثال آخر. ألف باء ج د معين طول محيطه. هنا منطيك المحيط 72 سنتيم، المطلوب جد طول ضلعه. إذا هنا من نجي نكتب القانون محيط المعين طول الضلع في 4، هنا راح نطبق بدل محيط المعين هنا 72. إذا طول الضلع راح نقسم مباشرة طول الضلع على أو المحيط على 4. طول الضلع راح نقسم البعيد على القريب، يعني المحيط على 4. المحيط في السؤال هو 72 تقسيم 4 نقسمها على الجهة راح يكون الناتج 18 سنتيم هو طول الضلع. أيضا نأخذ كيفية استخراج محيط شبه المنحرف. أيضا فيه قانون. محيط شبه المنحرف مجموع أطوال أضلاعه الأربعة. هذه الأضلاع الأربعة إذا أنطاها في السؤال نجمعها مثل ما تشوف هذا المثال. ألف باء ج د شبه منحرف، المطلوب إيجاد محيطه إذا كانت أضلاعه الأربعة. طبعا هنا الأضلاع الأربعة مثل ما تشوف أمامك، راح نقول محيط شبه المنحرف مجموع أطوال أضلاعه الأربعة. إذن الأطوال الأربعة مثل ما تشوف بالرسم، هنا بالرسم منطيهم هنا 2 و6 و3 و4. إذا راح نجمعهم الأربعة مع الثلاثة مع الستة مع الاثنين. هنا المعطيات منطينا بالرسم، منطينا هذا الضلع الألف د 2 والألف باء 4 والباء ج 3 والدال ج 6. إذا احنا اتفقنا القانون إذا نستخرج المحيط نجمع أطواله الأربعة. إذا نجمع أطوال أضلاعه الأربعة والثلاثة والستة والاثنين راح نجمعهم يكون الناتج النهائي 15 سنتيم. هذا يمثل لنا طول المحيط لشبه المنحرف. راح ناخذ بعض التمارين من تمارين 3.1. هذا المعين مثل ما تشوفه بالرسم، قياس زاوية ألف 48 وطول ج د 5 سنتيم. المطلوب أنه قياس زاوية باء ج وقياس زاوية ج، وأيضا يريد قياس زاوية د. قياس زاوية ألف معلومة 48 والجيم د هنا معلومة 5 سنتيم. إذن هنا لدينا معين. إذن كيف سنحل فرع ألف طول باء ج يساوي 5؟ هذا بالسؤال. بالمعين جميع أضلاعها تكون متساوية، إذن ايش راح يكون؟ إذن هنا راح يقول جميع الأضلاع تكون متساوية طبعا. إذن الباء ج أيضا هو المطلوب من عندك الباء راح يكون 5. ليش؟ لأنهم متساوية، لأن جميع الأضلاع متساوية. بما أن الجيم د 5 شيء أكيد الباء ج راح يكون أيضا 5 سنتيم. ثانيا المطلوب قياس زاوية ج كما تلاحظ أمامك 48
ليش؟ لأن كل زاويتين متقابلتين بالمعين متساويتين، فراح ج هي تقابل لنا زاوية ألف، فأكيد راح تساوي لنا أيضا 48. طبعا المطلب ج أيضا راح قياس زاوية د، هنا زاوية متتالية، عندنا زاوية متتالية مع زاوية ألف، زاوية د هي متتالية مع زاوية ألف، إذا راح نقول 180 ناقص زاوية ألف اللي هي 48، إذا راح يكون 132 لأن مجموع الزوايا المتتاليتين هو 180. أيضا سنأخذ هذا المثال ألف باء ج د شكل رباعي، وقياس زاوية ألف يساوي 100 وقياس زاوية باء 110 وجيم 75، المطلوب قياس زاوية د. إذا تلاحظ هنا عندك مجموع زوايا الشكل الرباعي، هنا شكل رباعي يكون مجموع الزوايا كلهن 360 درجة، إذن راح هنا نجمع 100 قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية باء اللي 110 زائد قياس زاوية ج 75، هنا راح يكون 285. إذن راح نقول 360 مجموع هاي الزوايا، مجموع الشكل الرباعي، مجموع الشكل الرباعي 360 ناقص مجموع الزوايا المعطاة في السؤال 285، إذن راح يكون الناتج النهائي 75 هو يمثل لنا قياس زاوية د. لأن الشكل الرباعي نجمع هنا القياس زوايا الأربعة، وراح نطرح مجموع الشكل الرباعي 360 ناقص الزوايا اللي منطينا هنا 3، راح يطلع لنا قياس زاوية الرابعة. أيضا ناخذ مثال جد محيط متوازي أضلاع، طول ضلعين متجاورين فيه 20 و15. إذا منطينا طول ضلعين، إذا كيف راح نستخرج المحيط؟ إذا هنا بالبداية راح نكتب القانون محيط متوازي الأضلاع، احنا أخذنا مجموع ضلعين متجاورين في 2، هنا ضلعين متجاورين منطينا إياهم نجمعهم نضربهم في 2 فيكون 20 زائد 15 35 في 2 راح يكون الناتج 70. هذا محيط متوازي الأضلاع. أيضا مثال آخر معين محيطه 100 سنتيم جد طول ضلعه، إذا راح نكتب القانون محيط المعين طول الضلع في 4، فهنا طول الضلع راح يكون يساوي المحيط تقسيم 4، المحيط في السؤال 100 تقسيم 4 راح يكون 25 هو طول الضلع. راح ناخذ الزوايا المتناظرة، الزاويتان المتناظرتان، وبعدها راح ناخذ الزوايا المتبادلة. فالزاويتان المتناظرتان هذا التعريف جدا مهم، حتى تقدر تحل لازم تنتبه على هذا التعريف. هما زاويتان إحداهما داخلية والأخرى خارجية، إذا شرط بالزوايا المتناظرتان لازم تكون وحدة داخلية ووحدة خارجية، وعلى جهة واحدة، أي تكون مو على جهتين، تكون على جهة واحدة من القاطع، ولازم تكون غير متجاورتين. هاي الشروط إذا تحققت راح يكونون زوايا متناظرة. راح نشوف بهذا المثال. هنا عندنا شكل مرسوم ألف باء ج د مستقيمان، طبعا هنا الزاوية والمطلوب منك الزاوية المتناظرة لها، فيريد من عندك زاوية ألف هاء كاف. إذا تلاحظ ألف هاء كاف هذه أشرت عليها بالسهم، هذه الزاوية يريد الزاوية المتناظرة له. إذا تلاحظ هذه الزاوية المعطاة في السؤال هي زاوية خارجية، فاتفقنا لازم تكون واحدة خارجية والثانية داخلية، ولازم تكون على نفس اتجاه، على نفس الجهة واحدة وغير متجاورتين. إذا ألف هاء واو مترهم لأن هاي مجاورة لها. إذا راح ناخذ الزاوية الأخرى هي جيم واو هاء، جيم واو هاء، هاي الزاوية داخلية وغير متجاورة وعلى جهة واحدة. إذا نكتبها هاء واو جيم، أهم شيء تكون زاوية واو تكون فيها الوسط، هاء واو جيم، أو تقرأ أيضا جيم واو هاء نفس الشيء.
ثانيا عندنا الزاوية الثانية المطلوب منك أليف هاء واو، هذه راح أشير عليها بالسهم، هاي زاوية داخلية أليف هاء واو. لازم زاوية على نفس القاطع تكون خارجية، طبعا هي الزاوية هي مثل ما تلاحظ جيم واو لام، تكون زاوية خارجية وغير متجاورة مع الأليف هاء واو. إذا جيم واو لام، أو نقدر نقرأها نقول لام واو جيم، إذا نكتبها هي جيم واو لام، هي الزاوية الخارجية اللي تكون متناظرة مع الزاوية أليف هاء واو. كذلك المطلوب باء هاء كاف على القاطع الآخر، كاف هاء باء، هاي زاوية خارجية. الزاوية الداخلية معها هي دال واو هاء، أو نقدر نقرأها نقول هاء واو دال. أيضا الزاوية الأخرى المطلوبة دال واو لام، هذه زاوية خارجية مثل ما تشوف. إذا الزاوية الداخلية تكون باء هاء واو، أو نقرأها هاء واو هاء باء. هذه الزوايا المتناظرة. طبعا هذا أهم شيء أن تفهم هذا التعريف وتطبق عليه كما في الجداول، أو ممكن يجي أسئلة بغير نمط. الزوايا المتبادلة أيضا يجب أن تفهم هذا التعريف، هما زاويتان داخليتان. بالمتناظرة كانت وحدة داخلية ووحدة خارجية، بالمتبادلة يكونون اثنينهم داخليتان، شرط أن يكون اثنينهم داخليتان. في المتناظرة كانوا على نفس الاتجاه، هنا عكس، يكونون على جهتين مختلفتين. إذا من شروطها أن يكونون اثنينهم داخلية، ويكونون أيضا غير متجاورتين، ويكونون على جهتين ليس على جهة واحدة. راح نشوف هذا المثال أيضا على شكل جدول. المطلوب منك في هذا الجدول إيجاد الزوايا المتبادلة مع هذه الزوايا المعلومة كما في هذا الرسم نعطيك إياه في السؤال. إذا الزاوية أليف هاء واو، أليف هاء واو، هذه الزاوية تلاحظ رقم 1. هنا طبعا راح نأشر الزوايا 2 طبعا 3 4، هذه الزوايا راح ناخذها. إذا أليف هاء واو الزاوية راح تقابلها دال واو هاء، دال واو هاء. إذا تلاحظ هذه الزاوية دال هاء واو، هذه الزاوية أيضا داخلية وعلى القاطع الآخر. زين هاء واو جيم، الزاوية الأخرى بالقاطع الآخر اللي تقابلها داخلية باء هاء واو، أيضا هاي تكون غير متجاورة إلها. باء هاء واو، باء هاء واو، نلاحظ هنا الزاوية هاء واو جيم تكون على القاطع الآخر وتكون غير متجاورة. ودال هاء دال واو هاء مثل ما تلاحظ أمامك دال واو هاء. إذن هنا الزاوية اللي تكون غير متجاورة وداخلية أيضا هي أليف هاء واو. هذه الزوايا المتبادلة، وأيضا مثل ما أخذنا الزوايا المتناظرة، هذه جدا مهمة عزيزي الطالب. هناخذ بعض التمارين. هذا الشكل قياس زاوية باء جيم واو مثل ما تلاحظ هنا 105. المطلوب قياس زاوية باء وألف. هنا شو راح نستخرجهم؟ بما أن جيم وواو وقياس باء جيم واو شبيهم زوايا مستقيمة، هنا طبعا زاوية مستقيمة، إذا راح يكون قياس زاوية جيم راح نطرح نقول 180 ناقص 105. إذن لأنه يعتبر زاوية مستقيمة، إذا راح يكون ناتج 75، يكون الناتج 75. أي أن قياس زاوية ألف أيضا راح تكون 75. هنا السبب لأنها متقابلة مع جيم، جيم استخرجناها 75 فشيء أكيد ألف راح يكون 75 لأنها تقابل جيم. وقياس زاوية باء لأنها متتالية فراح يكون 180 ناقص 75 لأن استخرجنا ألف 75 فراح يكون 105، لأن راح تصير زوايا متتاليتان. أيضا راح ناخذ هذا المثال موجود بالتمارين. قياس زاوية أليف دال هاء 75 كما في الشكل، وواو هاء صاد 140
وقياس زاوية د باء ج 60 المطلوب منك قياس زاوية باء ج ه. في البداية هنا عزيزي الطالب قياس س ه ج يساوي لنا قياس د ه ص. ليش؟ لأنها متقابلة بالرأس، الزوايا المتقابلة تكون متساوية. هاي خليها ببالك عزيزي الطالب، هاي معلومة تعتبر جديدة عليك، لأن الزوايا المتقابلة بالرأس تكون متساوية. احنا عندنا ج قياس س ه ج يساوي لنا، راح يساوي لنا 140، يساوي لنا 140، هذا واو. إذا باء د ه راح يساوي لنا هنا عزيزي الطالب 180 ناقص 75. ليش؟ طبعا هنا ال 140 راح نقول، احنا نقول 100، طلعنا هنا هذه الزوايا 140 زائد 105 نجمع الثلاث زوايا راح يساوي 305. إذا احنا عندنا باء ج ه، باء ج ها ايش راح يساوي؟ راح يساوي لنا 360، هذا الشكل الرباعي، ناقص هذه الثلاث اشكال طلعناها 305 راح يساوي 55. هاي قياس زاوية باء ج ها، لان مجموع مثل ما قلت لكم مجموع زوايا الشكل الرباعي 360. اذا هنا الزوايا المتقابلة تكون متساوية. الزوايا المتقابلة احنا عندنا بالسؤال د ه، هنا د ه ص راح يساوي لنا س ه ج. ليش؟ لأنها متقابلة. كذلك لأنها زوايا متتالية فقلنا 180 ناقص 75 طلع 105. وكذلك هذا الشكل الرباعي جمعنا ثلاث أضلاع طلع 305. إذا الزاوية الأخرى راح نقول مجموع الشكل الرباعي هو 360 ناقص 305 راح يطلع 55. أيضا هذا المثال أليف باء يوازي لنا ج د وس ص قطعهما في لام. وأيضا إذا كان قياس ج ك س يساوي 70 جد قياس زاوية 1 وزاوية 2 وزاوية 3 وزاوية 4 ويريد الأسباب. زاوية 1 راح يساوي 70. ليش؟ لأنها بالتناظر متناظرة. كذلك زاوية 2 يساوي 70 لأنها متقابلة بالرأس مع الزاوية الأخرى. زاوية 3 70 أيضا لأنها متقابلة مع زاوية 1. وهنا رابعا قياس ال 180 نقول 180 ناقص 70 يساوي لنا 110. طبعا هذا قياس زاوية 4. ليش؟ لأنها زوايا متتالية، فراح نقول 180 ناقص 70 يساوي لنا 110. عفوا هاي تعتبر متجاورة ومتكاملة مع 3. إذا في هذا المثال الآخر أيضا قياس زاوية باء أليف د 45، المطلوب قياس زاوية 1 وقياس زاوية 2، ويسألك هل قياس زاوية 2 يساوي 3؟ طبعا في البداية هنا قياس زاوية 1 45. ليش؟ لأنها بالتبادل. وأيضا قياس زاوية 2 يساوي 180 ناقص 45، طبعا راح يساوي الناتج 135. ليش؟ لأنها داخلية وعلى جهة واحدة من القاطع. يسألك هل قياس زاوية 2 تساوي لنا 3؟ نعم متساوية لأنهم متبادلة، كل زاويتين متبادلتين أيضا يكونون متساويتين. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكون استفدت عزيزي الطالب، وترقبوا المزيد من الدروس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.